ما الذي يرعبهم في طفلة منتقبة؟ الدنيا قامت ولم تقعد في مصر بسبب فتاة صغيرة اختارت أن ترتدي النقاب. وسائل الإعلام سلطت الأضواء، والأقلام حبرت لتنتقد. كيف لطفلة أن تلبس هذا في هذا السن؟ لكن المفارقة الصادمة هنا، والتي تجعل القلب يعتصر ألما، هي تلك الازدواجية المقيتة. لماذا ينزعجون من طفلة تتستر، ويصمتون صمت القبور حين يرون طفلة في نفس العمر تعرض جسدها بملابس فاضحة وترقص أمام الكاميرات؟ نعم، النقاب ليس واجبا على صغيرة لم تبلغ، ولكن لماذا ينكر على الأهل تعويد ابنتهم على الحياء، بينما يحتفى بمن يعود ابنته على العري والتبرج؟ إن تعويد النبتة الصغيرة على العفة والستر هو استثمار في المبادئ، وبناء لحصن من القيم سيحميها حين تكبر. اتقوا الله في عقولنا، واتركوا الناس وشأنهم يربون أطفالهم كما يحب الله ويرضى. فإن لم تدعموا الفضيلة فأقله لا تحاربوها. والسؤال لك بعد كل هذا: هل أصبح الحياء جريمة في زمن صار فيه العري حرية؟